أهلا بيكم في حلقة جديدة من بودكاست أسرار الفريلانسنج مع ماندو. النهاردة الحقيقة الحلقة ممكن تكون سؤال أكتر منها إجابة أو معلومة. والمرة اللي فاتت آخر حلقة بعد ما اتكلمنا عن التحديات اللي بتواجه الفريلانسر هو بيبتدي جه في بالي موضوع، يعني ما جبتش سيرته الحلقة اللي فاتت، وشايف إن هو واحد ممكن يكون من أكبر التحديات. يا ترى ال AI أو ال Artificial Intelligence ممكن ازاي يأثر على الفريلانسر في شغله؟ في ناس بتشوف ان ال AI ده هيقضي تماما على أي شغل من أنواع شغل الكمبيوتر أو العمل الإبداعي اللي احنا بنعمله كفريلانسرز. يا ترى هل ده حقيقي؟ هل خلال فترة صغيرة قوي كل الفريلانسرز أو كل الناس اللي بتشتغل على الكمبيوتر هتحتاج ان هي تقعد في البيت لأن خلاص مفيش لازمة لوجودها بسبب ال AI؟ طبعا حابب اعرف ارائكم. انا يعني هناقش كام نقطه كده انا فكرت فيهم، وحابب ان انا اسمع اراء مختلفه. انتوا شايفين الموضوع ازاي؟ ولو حد يعني جرب حاجه معينه او ليه اكسبيرينس معينه بالاي اي وازاي اثر على شغله. ويمكن اول حاجه يعني حابب احكي عليها، تشات جي بي تي لسه قريب جدا عامل ابديت اللي هو بيقدر يخليه يعمل صور او يعمل تعديل على الصور بشكل رائع جدا، والناس كلها مبهوره بيه. ولسه كنت بتفرج على فيديو عامله واحد ديزاينر، هو يعني من الناس الديزاينرز الكبيره جدا والعاليه جدا، وكان مبهور انبهار فظيع باللي بيقدر يعمله تشات جي بي تي. جايب امثله وبيورينا ديمونستريشنز انه طلب منه يصمم تصميم وعمله ازاي، طلب منه يعدل على تصميم، طلب منه يعدل التايبوجرافي او الكتابه بتاعه نص معين، والنتائج كانت مبهره جدا. والحقيقه الراجل كان مذهول، كان بيقول انا حاسس ان زي ما يكون اللي بيحصل ده مش حقيقي، او كأن في غش بيحصل. يعني انا حاجه دي كنت ممكن اقعد ساعات اعمل فيها وافكر فيها، دلوقتي بدي الامر لتشات جي بي تي وفي خلال دقائق التصميم بيبقى عندي جاهز والكواليتي بتاعته عاليه جدا، اقدر على طول ان انا استعمله. فكان قاعد يوري امثله كتير قوي، والمحصله يمكن او الكونكلوجن اللي هو وصله في الاخر انه ده مذهل جدا، دي حاجه رائعه وممكن تكون مرعبه، بس هو برضو شايف انه الجانب الابداعي الآلة او الكمبيوتر مش هيقدر يغني عن البشر فيه. يعني انت ممكن تجيب فكرة وممكن تساعدك التول في انها تنفذها لك بسهولة او في وقت قصير، لكن الفكرة نفسها دي لازم معتمدة على الانسان وعلى الابداع بتاعه، وهو الاساس فيها. الحقيقة انا موافق جدا على الرأي بتاعه، وشايف انه ده كلام معقول وكلام منطقي جدا، وفعلا اعتقد ان هو ممكن يحل محلك في كتابة نص بسرعة، في تلخيص نص، في ان انت يعني عندك مثلا نص كبير ومش قادر تقراه بيديك الملخص بتاعه، او ان انت بتديله نص معين وبتقول له كبر لي الحجم بتاعه او اكتبه بشكل مستفيض اكتر. كل الحاجات دي طبعا هو بيعملها كويس جدا، واقدر اقول بيعملها احسن مننا. بس الجانب الابداعي اللي فيه تفكير، اللي فيه خيال، اللي فيه ان انت بتخلق حاجه ما كانتش موجوده قبل كده، اعتقد دي حاجه الاي اي او الشات جي بي تي مش هيقدر ان هو يعني يبقى اشطر من البني ادم فيها، او على الاقل يخلينا نستغنى عن المبدعين بشكل كامل. حابب اعرف رايكم، لو كنت جربت تشتغل بالاي اي وشايفه ازاي، او لو الاي اي عمل لك مشاكل في شغلك، انه بدوا يقللوا التاسكات بتاعتك او يقللوا ساعات شغلك لانهم بدوا يتجهوا للاي اي. حابب اعرف رايكم، ولو حد عنده اقتراحات طب ازاي نقدر نجنب نفسنا المشاكل دي، ازاي اقدر احمي نفسي واحمي شغلي من المخاطر بتاعه الاي اي، يا ريت يشاركها معانا. سعيد جدا بالتواصل معاكم، سعيد جدا ان انا رجعت اسجل حلقات جديده، واشوفكم في حلقه جديده من اسرار الفريلانسنج مع ماندو.